فاكرين طب التجميل زمان؟ دكاترة طيبين بيعملوا من قلبهم مؤتمرات هدفها الأول العلم، علاجات أخلاقية بتبدأ بالخوف على المريض وتنتهي بضمير مرتاح. فاكرين؟ ولا الذكريات دي بقت بعيدة شويتين؟ طب التجميل اتغير من علم لفوضى، من مسؤولية لتجارة، عروض، ماركتينج، استغلال. نسبة فشل الإجراءات التجميلية تخطت 36%، ومعدل الأخطاء الطبية في طب التجميل زادت 65% آخر 5 سنوات. دي مش أرقام، دي قصص ناس اتشوهت وفي منهم اللي ماتوا. مشاكل أكتر من إنها تتعد أو تتقال، لكن وسط الفوضى أكيد في مساحة نرجع فيها الحاجات الجميلة، نرجع الإتقان قبل الإعلان، ونرجع الدكتور قبل البلوجرز والبراندات. عشان كده هنعمل المرجع The Reference Show، رياليتي شو اللي بيحصل في طب التجميل بس من غير تجميل، الحقيقة زي ما هي.